ما الفرق بين الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي؟ كان الاستعمار الأوروبي للعالمين العربي والإفريقي ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، غير أن الفروق بين التجربتين البريطانية والفرنسية تظل من أبرز ملامح هذه الظاهرة. فبينما اتخذ الاستعمار البريطاني طابعا براغماتيا يقوم على المصالح الاقتصادية والتجارية، ظهر الاستعمار الفرنسي مشبعا بفكرة الرسالة الحضارية، وهادفا إلى نشر ثقافته وقيمه داخل المجتمعات المستعمرة. تدل الشواهد التاريخية المستقاة من كتب مثل الاستعمار الأوروبي في إفريقيا لآدمز وويلش، وسياسات الإمبراطورية الفرنسية لشارل روبير أغرون، على أن البريطانيين كانوا يتعاملون مع مستعمراتهم بطريقة تمنحها هامشا واسعا من الإدارة الذاتية، مكتفين بالسيطرة على المفاصل الاقتصادية والعسكرية. لم يكن الهدف هو دمج الشعوب المستعمرة ثقافيا في الهوية البريطانية، بل إبقاؤهم في حالة اعتماد اقتصادي مستمر مع ضمان استقرار سياسي يخدم مصالح التاج البريطاني. وقد ظهر هذا بوضوح في تجارب مثل استعمار مصر والهند، حيث أنشئت مؤسسات محلية تدير شؤون البلاد بإشراف بريطاني مباشر أو غير مباشر. في المقابل تبنت فرنسا نموذجا مغايرا يقوم على فكرة الفرنسا الثقافية والسياسية. ويؤكد جوليان في كتابه تاريخ إفريقيا الشمالية أن فرنسا رأت نفسها حاملة لرسالة حضارية تسعى عبرها إلى تحويل الشعوب المغلوبة إلى فرنسيين بالثقافة واللغة، وإن لم يكونوا كذلك بالدم. لذلك ركز الفرنسيون على التعليم باللغة الفرنسية وإلغاء الهويات المحلية وإدماج المستعمرات ضمن الجمهورية الفرنسية، كما فعلوا في الجزائر التي اعتبروها مقاطعة فرنسية كاملة لا مجرد مستعمرة. هذا الاختلاف الجوهري انعكس أيضا في أنظمة الحكم، ففي حين أسست بريطانيا نظاما غير مركزي في أغلب مستعمراتها، كانت فرنسا تؤسس أنظمة شديدة المركزية تحاكي النظام السياسي الفرنسي. وحتى عندما منحت فرنسا بعض مستعمراتها نوعا من الاستقلال الذاتي لاحقا، ظل الإطار الثقافي فرنسيا خالصا، بعكس الحالة البريطانية التي سمحت بتطور هويات وطنية محلية. من الناحية الاقتصادية يظهر الفرق بوضوح أكبر، إذ كانت بريطانيا حريصة على جعل مستعمراتها أسواقا ومنابع للمواد الخام عبر اتفاقات وشبكات تجارية تصب في قلب الإمبراطورية، فيما كانت فرنسا تميل إلى استغلال المستعمرات بطرق أكثر مباشرة وتسخيرها لتقوية مكانتها في أوروبا، حتى لو أدى ذلك إلى إفقار بعض المناطق كما حصل في الجزائر ومدغشقر. وهكذا يتبين أن الاستعمار البريطاني كان أكثر مرونة وانتهازية، بينما اتسم الاستعمار الفرنسي بنزعة أيديولوجية ثقافية عنيفة سعت إلى محو الخصوصيات المحلية لصالح نموذج حضاري فرنسي جامع. وقد خلف هذا الاختلاف آثارا عميقة لا تزال ملموسة حتى اليوم في أنظمة الحكم وفي الهويات الوطنية وفي علاقة الدول المستعمرة سابقا مع القوى الأوروبية. وفي النهاية، إذا أعجبك الفيديو قل لنا أيهما كان أكثر قسوة من الآخر.